شاء الله في قراية بعد الجمعة. الشيخ هيقرا تاني بعد الجمعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مولى الفضل والكرم، والشكر لله معطي الجود والنعم، حمدا به نمنح الحسن باقية ونحفظا من جميع الشر والألم. الحمد لله مفتاح الدعاء بها نيل المزيد من التوفيق والهمم، بها الإجابة للداعي إذا قيلت في أول الكلم، فكرها إذا رمت السعادة في دنيا وأخرى، تكن كالنور كالعلم. يا من عجز الكل على أن يحمدوه، قل الحمد لله رب العالمين، فحمده وذاته بذاته قبل أن يخلق أرضه وسماواته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعروف بالقدم قبل وجود الوجود، المتصف بالكرم والفضل والجود، المنزه في وحدانيته عن الصاحب والمصحوب وعن الوالد والمولود. إن عرفت قدر ربك أيها الجالس معنا فقل معي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاللهم يا ربنا بفضلك لا تكلنا إلى أحد، واغننا اللهم بفضلك عن كل أحد، يا من إليه المستند وإليه المعتمد.
عاليا فوق العلا فرد أحد، منزه في ملكه لا شريك له ولا صاحب ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمد، سمعوني الصلاة على النبي، احنا جايين نحتفل بيه، طالبين منا اتكلم عن النبي، أغير خطبة عنوان الأوقاف استماعا إليكم وتلبية للدعوة نتحدث عن سيدنا النبي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يا ربنا لا تعد ولا ترد، ولا يعلم بفضائلها أحد، يا رازق الطيور في أوكارها والدود في صم الصقير ومن جحد، يسر لنا يا ربنا فرجا قريبا عاجلا، انصرنا على إسرائيل، أيد أهلنا في فلسطين. قولوا آمين. صلاة يا ربنا لا تعد ولا ترد، ولا يعلم بفضائلها أحد، يا رازق الطيور في أوكارها والدود في صم الصقير ومن جحد، يسر لنا يا ربنا فرجا قريبا عاجلا، يا من قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أما بعد، فيا إخواني في الله، أحبتي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عاوز ربك يسمعك الصلاة عليك؟ عاوز ربنا يصلي عليك؟ صلي على سيدنا النبي. عاوز ربك يصلي عليك؟ صلي على سيدنا النبي. شوف بقى، اما ربك اللي يصلي عليك لما تصلي على سيدنا النبي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، سؤال يطرح وانا قاعد في مقام سيدي سلطان، قالت لي واحدة هو النبي له شبيه؟ حد زي النبي يا شيخ؟ قلت لها ما فيش حد زي النبي إلا النبي. فيش حد زي النبي إلا مين؟ إلا النبي. اللي زي النبي السيدة زينب في الاسم بس، انقسم اسمها لاسمين، زينب اقسم نصها اتنين تبقى زي مين؟ بس صلى الله عليه وسلم. زينب لو قسم اسمها إلى نصفين تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يا رسول الله، شبيهك بدر الليل بل أنت أنور، ووجهك يا رسول الله من ماء الملاحة يقطر، فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى، فمن ذا الذي عن حسن وجهك يصبر؟ من ذا الذي عن حسن وجهك يصبر؟ فثلثك كافور وربعك عنبر. انا اوصف لك النبي وصف بياني كده، فثلثك يعني تلت النبي، فثلثك كافور وربعك عنبر، وخمسك ياقوت وباقيك عنبر، فما ولدت حواء من صلب آدم ولا في جنان الخلد مثلك آخر.
أوله شمس وثانيه كوكب، ومعرفة الرحمن بدر منور. أمامي كتاب الله والبيت قبلتي، وديني من الأديان أعلى وأفخر. شفيعي رسول الله والله غافري، ولا رب إلا الله والله أكبر. نبدأ اللقاء بعد ما سمعني الصلاة على حبيبنا النبي. عاوز تشغل لي الجمعة دي؟ سمعني الصلاة على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأنبياء هم الصفوة المختارة من عباد الله، شرفهم الله عز وجل بالنبوة، فأعطاهم الحكمة وقوة العقل وسداد الرأي، واصطفاهم ليكونوا وسطاء بينه وبين خلقه، كي يبلغون الناس أوامر الله ويحذروننا من عقاب الله ويرشدوننا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. يبقى جملة ايه؟ لحكمة. ومن حكمتهم أنهم من البشر. جي جماعة كده قالوا الصلاة اللي في مسجد فيه ضريح بطلة، وفي جماعة قالوا ان سيدنا النبي بشر زينا زيه، اللي هي المساواة، او بمعنى اخر تسمى المثلية. واحد يقول لك في فكر الخوارج، الفكر الصهيوني، الفكر اليهودي، بأن النبي بشر مثلنا مثله. هذا الفكر فكر واضح وجهل فاضح. اتعلم كلمتين وقالوا قل في الناس ان النبي بشر زينا زيه، ودليلك محفوظ في القرآن وما تخافش. ايه هي دليلك كده؟ الدليل اخر خواتيم سورة الكهف. اقرأ معايا. قل انما، مين اللي بيقول له؟ وبيقول لمين؟ استاذ بيقول لغيره او طالب بيعلمه مدرس؟ ده اللي بيقول له ربنا. تصور كده، اللي بيقول للنبي مين؟ اهو بص للآية، ما تقراش كده وخلاص. الآية بتقول قل. افتح بعد قل قوسين وحط اسم النبي، يعني قل يا محمد. الله يفتح عليك. قل يا محمد، قل لهم انت قل انما انا بشر زيكم ولا مثلكم. وقوم واقفين عند دي، وانقل يا فند عليها، صدروه عند الكلمة دي وما تنقلش. زي لا ليه فويل للمصلين، وجه ساكت. يعني لا يصلي يا ويل من ربنا. ينفع الكلام ده؟ كمل. فويل للمصلين الذين هم عن. طب ما كمل الثانية.
طب ما كمل الآية الثانية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طب فينا واحد قاعد يوحى إليه مثل ما يوحى لحضرة النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. خلي بالك أنا ما بدأتش في الكلام لسه، أنا بجيب لك تمهيد بس موجز لأهم الأنباء الأول عشان ندخل في الموضوع. طب اللي بيقول أو القائلون بأن النبي بشر مثلنا مثله، ماذا فعل الله بمن ساوى بين الأنبياء والبشر؟ ماذا صنع الله أو ماذا فعل الله بالذين قالوا بأن الأنبياء مثلنا مثلهم؟ هضرب لك 5 أمثلة واجيبها من البداية، من أول سيدنا نوح. اقرأ معايا الآية رقم 27 من سورة هود. اقرأ كده وشوف قوم سيدنا نوح قالوا ايه لسيدنا نوح. القرآن اللي بيقول اهو: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. ده انت زينا ايه؟ زي هي الآية بتقول فقال الملأ الذين آمنوا ولا الذين كفروا؟ يبقى البداية بداية كفر. يبقى المؤمن يقول كده ولا لا؟ لا. ليه؟ قالوا بأن المؤمنون هم أهل الأدب، المؤمنون أهل الأدب مع رسول الله، المؤمنون أهل الأدب مع رسول الله. أما الكافرون والصهاينة وأعداء الإسلام ومن يسمون بالإخوان، هؤلاء جميعا تحت بند واحد. هو ايه؟ بدأوا لا يفقهون فقه الأمر، لا يعرفون فقه الأمر. ازاي ربك يصدر منه الأمر بياخدوه على ظاهر البيان وخبره ولا يعرفون معنى قول الله عز وجل. تعال كده ونشوف. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. ده القاعدة بتقول من ساوى بين الأنبياء والبشر فقد كفر. خدت بالك يا شيخ محمد؟ من ساوى بين الأنبياء والبشر فقد ايه؟ فقد كفر. طيب أما قوم نوح يقولون لسيدنا نوح 950 عاما في الدعوة، وفي النهاية يقولوا له ما أنت إلا بشر مثلنا، ده أنت زينا زيك. ومش كده وبس، ده كلما مروا عليه ومر عليهم سخروا منه. مش كده وبس، ده يجي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى لمن ساوى بين نفسية بشرية نفسه وبين بشرية سيدنا نوح. وقعوا في المطب الأول وهي المثلية، ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت زينا زيك يا نوح. ماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم الله بالطوفان، وكمان معهم ابنه. إنه عمل، وتقرأ إنه عمل غير صالح. ده ما عملش حاجة حلوة أبدا،
ابنك معاهم، لان المساواة بتاخد الكل. انت عاوز تعمل راسك براس نبي، عاوز تعمل عملك بعمل نبي، ابعد يا جدع. يبقى اول قضية خسرانة في قوم سيدنا مين؟ نوح. انقل معايا الى سورة المؤمنون 57 من الآية، وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك مقام نبيان سيدنا موسى واخوه مين؟ هارون. لما أرسل إلى الفرعون عدو الله، واحنا عارفين ان سيدنا موسى متربي فين؟ في بيت فرعون، في القصر الملكي الفرعون. وفرعون كان بيقول انا ربكم الايه؟ الاعلى، يعني متربي في احلى مكان. ومش كده بس، ده عاوزين بالدليل قطعي ان يقتل واحد من شيعة فرعون عشان يخرج منها بقى، عشان يخرج من البلد دي، ويعود بعد 10 سنوات مكلف بالرسالة هو واخاه هارون، يعودان الى الفرعون بدعوة من الله، يبلغون فرعون بان الله اله ولا اله الا الله فوحد الله. جايين يقولوا له ان ربنا اله واحد وانت مش اله. قال له يا جدع مش انت اللي كنت متربي عندي هنا وقتلت واحد من شيعتي؟ ده انت جيت برجلك اللي جت عندي، مش كده ولا ايه؟ شوف بقى موسى هيعمل ايه واخوه هارون. بيقول له امن بالله يا فرعون. ماذا قال الفرعون؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ احنا هنؤمن بك انت واخوك وابوك وامك واهلك كان بيعبدوا فرعون. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ماذا فعلوا حينما ساووا في البشرية بينهم وبين نبي الله موسى؟ ماذا صنع الله بهم؟ برضو أغرقهم الله فين؟ ده جزاء اللي تعدوا حدود الأدب مع أي نبي. انت مالك يا أخي بينك وبين بشرية النبي؟ ده احنا سمعنا عن نول، لا مش عم نول أول، ده في أيام الثورة إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر زينا زيه ولا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. قلت له يا ابن عيب، يا ابن عيب، اتأدب حتى بالكلام مع حضرة النبي. بقى النبي ما ينفعش نفسه ولا ينفع غيره. يا ابن مين اللي قال لك الكلام ده؟ يجي قايل لك ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وفي واحد يبيع عياله يوم القيامة؟ ما تصلي على النبي بالفلاحة اهو. في واحد يبيع ولاده يوم القيامة، مش في الدنيا بقى يا سيدي. ممكن ابيع عيالي في الدنيا واتجوز على مرات واحدة تانية وعيش في بلد تانية وما اسألش فيهم، انما يوم القيامة ما فيش الكلام ده. ده سيدنا النبي بيقول اهو لا ادخلوا الجنة وواحد من امتي فين؟ يبقى ينفعنا النبي ولا ما ينفعناش؟ اعملي فإن لا أغني عنك من الله شيئا. بياخدوا الكلام من شواشير، من أعلى شواشي الكلام، وهم لا يعرفون لفظ النبي فيما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى كده، لما أهلك الله قوم فرعون بسبب أنهم ساووا بينهم وبين أنبياء الله موسى وهارون. أسيب الآية دي واروح إلى قوم ثمود مع سيدنا صالح، أروح إلى سورة الشعراء، قالوا لهم إيه؟ ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. يا ساتر، أنت زينا زيك، وهات دليل أو آية أو بيان أو شيء وإحنا برضو مش مصدقينك. قبل ما تقول الدليل فأتي
واروح الآية انت كلكم حافظينها، الآية رقم 13 و14 و15 من سورة ياسين. الله أرسل نبيان إلى بلدة اسمها أنطاكيا، قرية اسمها أنطاكيا، بعت لهم نبيين. بلد زي خنواي كده ربنا أرسل لها نبيان، مش نبي واحد، ده 2. اقرأ معايا كده. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما. جزء أنبياء القرية كلها قالوا لهم انتوا كذابين، يبقى أول قصيدة كفر. فأرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بإيه؟ بثالث. وكم واحد؟ قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم إيه؟ ما فيش فايدة، الجهل واضح والفكر هو من أول سيدنا نوح إلى قيام الساعة. إياك أخي المسلم، إياك أخي المسلم الكريم أن تساوي بينك وبين أي نبي. إياك أن تساوي، إياك إنك تقول النبي بشر زينا زيه. ده ربنا اللي قال لحضرة النبي قول لهم انت، مش هم اللي ايه، مش هم اللي يقولوا لك. قول لهم انت يا حبيبي يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله ايه واحد. عشان ما حدش يقول للنبي ده انت زينا زيك، عشان ما يحش في دائرة الايه الكفر والعياذ بالله والظلم، وربنا يعمل فينا بقى اللي عاوز يعمله. ليه؟ لأن أهل الإيمان مؤدبون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله. جه بقى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رايح السوق ولا عيب؟ ما أنا بروح السوق وأنت بتروح السوق. الآية رقم 7 في سورة الفرقان. كان اليهود بيشوف النبي بعينهم إنه هو بشر زي أي واحد. الكفرة يشوفوا النبي معدي زيه زي أي واحد. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أمال يقعد في فندق عرفة ولا القصر الجمهوري ولا يقعد في قصر عابدين؟ ده نبي. برضو النبي رايح السوق قالوا عليه الكفر ايه؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام، أمال يأكل من ايه؟ يأكل حشيش ونجيء. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، انتوا عاوزين منه ايه؟ فشافوه بالعين المجردة، عين الكفر مش عين الإيمان. إنما المسلم كان لما يشوف حضرة النبي كان يعمل ايه؟ ينشرح صدره وينور الله قلبه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى السوق ما سابوش النبي، قالوا قالوا ده النبي بشر زينا زيه، يتزوج النساء ويعتريه المرض ويمرض ويصح ويشيب رأسه ويكبر في السن وينحني ظهره، عوارض مثل أي إنسان في الدنيا. تعتريه العوارض مثلما تعتريك العوارض. مش كده ولا لا؟ هي ده حكم البشرية، ده حكم البشرية. يتزوج النساء مثلنا مثله، ينكح النساء مثلنا مثله، يروح السوق مثلنا مثله، يمرض زيه، يشفى بأمر الله مثله، تعتريه كل العوارض. لما شيب رأس النبي قالوا له يا رسول الله شعرك ابيض ليه؟ ايش يا بنت هود ومين واخواتها ولا انت نسيته؟ طيب يا سيدي
لما العلامات دي بتظهر على البشرية النبي زيك، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يميزه بصفات مش فينا إحنا يا شيخ محمد، وإلا فما ميزة النبي عن ما يبقى هنميز اهو بقى سيدنا النبي عن كل البشرية. بس سمعني الصلاة على حضرة النبي. احنا قلنا النبي بيتعب وجات له سخونية ومات فيها، واتجوز وخلف، وفي واحد بيتجوز وما بيخلف. كل امر من امور الله عز وجل، كل حاجة بتعتريه مثلك، لكن يختلف عنك في صفات لا فينا ولا فيه. أولى هذه هي صفات ست، عد 6 صفات في حضرة النبي مش في حد خالص، قلما تجدها في إنسان. أول حاجة من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة وكمال في الخلق والخلق والعصمة. نقولهم تاني: صدق وأمانة وتبليغ وفطانة، كمال في الخلق والخلق، ثم عصمة لا تكون إلا لنبي. طبعا الصدق الواحد يقول لك ده احنا كلنا صادقين، ما انا عارف. الأمانة هتقول لي كلنا أراهنك لو عينت معاك وصل أمانة لتدوخنا عند المحامي سنة، أراهنك. ولا أسايم الجواز اللي كل يوم نيجي نصالح واحدة على واحدة ونقعد طول الليل لما زورنا ينبح وما فيش فايدة أبدا، كله بيضيع الأمانات. يبقى أنت زي سيدنا النبي عندك 6 صفات مثل رسول الله صلى الله عليه وآله: صدق وأمانة وتبليغ وفطانة وكمال في الخلق والخلق. كمال في الخلق والخلق. 23 سنة دعوة للنبي، يقول حديث فيها واحد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فين الأخلاق النهاردة؟ النبي جاي علشان الأخلاق. عبادتك لا تغني ولا تسمن من جوع، جاي علشان الأخلاق. كلم عيل في عربية النهاردة والله يضحك. كلم النهاردة الأب بقى بيكلم ابنه بالأدب، الأب اللي بقى بيكلم ابنه بالأدب، مش الابن اللي بيكلم أبوه بالأدب. ده العملية قضية عكسية. ليه؟ قال لك ما عدتش قادر عليه، فجاي النبي يكمل لنا الأخلاق. إنما بعثت، الرسالة دي كلها 23 سنة تحت عنوان واحد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن عدمت الأخلاق فيما بيننا إلا ما رحم ربي. ربنا يهديكم عيالكم يا رب، ويستر أبنائنا وأبنائكم، ويستر نسائنا ونساءكم يا رب. ما تفضحناش أمام حد. مش عاوزين منك إلا الستر. عارف قضية الستر دي؟ أما فكوكوا شوية بعدكم عن الخطبة دقيقتين كده بعد ما سمعوني الصلاة على حضرة النبي. كان واحد فقير دقة. طبعا ما عملناش بنعمل دقة إلا في الموالد، وما عادوش بيعملها عشان دورها غالي. راجل فقير دقة قال: يا رب لو غنتني هعمل اللي ما حدش عمله. إن الله سميع بصير وسميع عليم. فربنا أغناه. كان بيجي راجل غني كده كل 2 3 يديله فكة كده يصرف على أولاده ويقول له زي الحال، يقول له نحمده. الغني يدي الفقير يقول له زي حالك النهارده، يقول له نحمده الحمد لله. فالفقير قال: يا رب ما تغنيني بقى، هو ما فيش الا انا في الدنيا دي. فربنا غناه. فالغني جاي يسأل عليه، لقاه غني زيه، اتغنى من عند ربنا. فجاه واحد الغني عمل نفسه فقير وراح له وقال له: ازاي حالك؟ قال له: 100 100. الناس هيقول ايه بقى؟ 100 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
ناس يحمده، ناس يقول الحمد لله. ازاي الحال؟ قال له 100. كان زمان كنت بتقول ايه؟ الحمد لله. قال له 100. قال له 100 يعني ما حمدتوش. طيب سنة 2 اتدحدح حاله وتفقر تاني. قال له الغني، قال له ازاي حالك؟ قال له الحمد لله. قال له هو رجع لك تاني؟ يعني الفقر جالك تاني. لو انت حمدته كان ايه؟ اللهم اجعلنا من الحمادين لك الذكارين لك الشكارين لك. احمده وما تخافش، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين ايه اصطفى. طيب يا سيدي، صدق وأمانة وتبليغ وفطانة وكمال في الخلق والخلق ثم عصمة. نجيب حديثين بقى نشوف الفرق بيننا في بشرية النبي والفرق بيننا كبشريتنا نحن، ونختم الجمعة بقى. أنا جايب 16 دليل، هقول 2 بس كفاية أوي. سمعني الصلاة على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. 12:30. طيب كويس. أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هجيب لك حديث بقى يبين لك النبي هو واقف إمامنا اهو، وهيصلي بينا فضيلة الشيخ محمد أو فضيلة الشيخ محمود، هيصلي بينا اهو. أما أنا عارف أنت شاورت عليه اهو، هيصلي بينا إمام، هيصلي بينا. وسيدنا النبي كان إمام بيصلي بالمسلمين. نشوف كده بقى الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم. ده من اللي بيتكلم؟ سيدنا النبي. أحلى ما في المسجد ده إن أنتم تسيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. إن إيه؟ إني أرى من أمامي ومن خلفي. طب احنا بنشوف من قدام، إنما نشوف من ورا. وانت بشر زينا زيك، يبقى المكانة هتختلف. لما واحد كده يهزر مع الشيخ أحمد أبو الليل بالليل كده، هو ماشي وجه يا مؤاخذة يا شيخ أحمد، هو حبيبك يعني، وجه ضربك بالإيد على من خلف من ورا كده، إن كنت عارفه تقول له عيب يا فلان. مش عارفه، يا إما نغلط ولساننا عامل زي الايه، زي الفرقله، يا اما نغلط يا اما نلف في زاويه 180 درجه عشان اعرف مين اللي ايه اللي ضربنا من ورا. انت زيك زي النبي، انت بشريتك زي بشريه النبي. اهو يرى من خلفه كما يرى من ايه، من امامه. هل في الوجود من يرى من خلفه كما يرى رسول الله؟ ما فيش. امال بتقول النبي بشر زينا زيه ليه يا قليل الادب؟ بتقول ليه كده؟ مين اللي زقك يا جدع؟ مين اللي بوظ فكرك يا ابني وقال لك النبي بشر زينا زيه؟ تقول له النبي نور يمسك في خناقك، تقول له مدد يا رسول الله يبقى يقوم عليك الايام. مش عارف ليه. تعال الاول بعد ما تصلي على حبيبك النبي كده ونجيب الحديث الثاني بقى. اخرج الامام البخاري والترمذي وابن ماجه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس اني ارى ما لا ترون، واسمع ما لا تسمعون، واعلم ما لا تعلمون. شوف الحديث بدايته ايه؟ ايها الناس اني ارى ما لا ترون، واسمع
ما لا تسمعون واعلموا ما لا تعلمون. أطت السماء وحق لها أن تئط، فوالذي نفس محمد بيده، يقسم النبي قسمه، فوالذي نفس محمد بيده ما فيها أي في السماوات 4 أصابع، موضع 4 أصابع، إلا وملك ساجد لله. شوف النبي شايف فين؟ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله. والله لو تعلمون ما أعلم. شوف النبي يقول ايه؟ والله لو تعلمون ما أعلم ولو ترون ما أرى ولو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم تجأرون إلى الله في الصعوبات. حد زي النبي. كمان واحدة عشان خاطر سيد السلطان، كمان واحدة بقى، كمان حديث أقول لك بقى الفرق ما بين عرقك وعرق سيدنا النبي. ما سمعنا الصلاة عليه، هي جمعة مباركة. الفرق بين عرقك وعرق سيدنا النبي. انت مراتك لما تشمك تقول لك غير ملابسك ريحتك عرق، لما تعمل فيها يعني ذكر كده تقول لك غير ملابسك ريحتك ايه؟ عرق. يخش يحط يستحمى ويحط ريحة تشم تحت باطه تلاقيه من التنة. احسن انت بشر. طب نشوف عرق سيدنا النبي. شوف عرق سيدنا النبي. قال أنس في الحديث الصحيح: دخل علينا رسول الله وقت القيلولة. وقت ايه؟ الأيالة يعني بالفلاحي. فقال عندنا، قال يعني أي عندنا. وطبعا البيت ما كانش فيه لا مراوح ولا تكييف ولا العربي ولا تشيب العربي ولا مروحة حجازي ولا تريان ولا تريانتو، ما فيش من الكلام ده خالص. وعارفين مكة وحر مكة. فدخل رسول الله عند سيدنا أنس وقت الأيالة كده، فقال عندهم يعني أي خدته سنة من النوم والعرق أصبح يصف النبي عرقا من على جبين المصطفى. النبي عرق غصب عنه عرق. أم سليم قامت جابت قطعة قماش وطبق فخار مش ميلامين ولا ضد الكسر ولا اللي بيجيب طقم ب10,000 لبنته والبنات مش عارفة تتجوز. النبي كان بيشرب في إناء فخار. عارف البتاع اللي كنا بنعمل فيه رز زمان كده؟ مش كده، إناء فخار. جابت الإناء الفخار وجابت قارورة، قطعة من القارورة من القماش، وجلست أمام وجه المصطفى تسلت العرق بيديها في هذا الإناء. سابها النبي شوية، سيدنا النبي سابها شوية، فسلتت العرق من على جبين النبي في الإناء. فاستيقظ النبي. لما استيقظ النبي، شوف أدب النبي يقول لها إيه: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ انت بتعملي ايه؟ قالت: اخذ عرق النبي اضعه على طيبنا حتى يطيب الطيب من طيب النبي. قال حتى يطيب الطيب، احط عرقك على الريحة عشان الريحة تبقى حلوة من ريحة مين؟ سيدنا النبي. انت زي النبي صلى الله عليه وسلم. كمان واحدة بقى، بولي وبولك. ما فيش إمام كلمك عنها
فيش واحد إمام سعد الخنواوي قال كلم على بول النبي، بولي وبولك. انت لو لمست البول فيه سكارس، انكولستوما، بالهرسيا، حط رص في البول. مش كده ولا غلط؟ ولو عين السير في حمام وما غسلش مكانه، ابوه يعمل كده، قومي يا ست اغسلي الحمام، ما هو زيك، ما هو بوله زي بولك. نشوف بول النبي كده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالت ام ايمن: نام عندنا رسول الله، ثم هي اللي بتقول ثم استيقظ فقضى بوله في إناء فخار. ما أنا بشوف ناس بتسير على الجدران زي الكلاب، صير كده يعني لا نجاسة ولا يعرف يعني ايه، طرطش على الجلبية ولا على رجله ولا على شبشبه. يلا النبي كان بيسير في إناء مية بول وتركه. فقالت ام ايمن: فاستيقظت وانا ظمآنة، انا عطشانة، ما فيش حنفية تفتح تلاقي مية، ولا سهرجة بالليل شغالة بالليل، ولا حاجة من دي خالص. ده حتى لا لقوا بير فيه مية يبقى يعني الدنيا القيامة قامت. فقالت ام ايمن: قمت وانا ظمآنة فلم أجد في البيت أو الحجرة إلا إناء فخار به ماء، فقالت: شربته ثم نمت فاستيقظ رسول الله، فقالت: يا رسول الله خشيت أن أقلقك، يعني ما رضيتش أقول لك عن إذنك، أنا راح يعني أشرب بق مية. كانت الواحدة الست بتستأذن جوزها حتى وهي قايمة النوم راح تشرب بق مية. النهارده بتروح المقابر الفجر وهو نايم مش عارف هي فين حته، مش كده ولا ايه؟ تقدر تتكلم، العصمه في ايدها يابا، والشقه نصها بتاعتها، وبعد شهر من جواز طلاق قالت ام ايمن: فظمئت فشربت من الاناء ثم نمت فاستيقظ النبي فخشيت ان اوقظه، فقلت له: يا رسول الله كنت ظمآنة عطشانة فشربت من هذا الإناء. فتبسم رسول الله. الله تبسم، أيوة تبسم. فتبسم رسول الله وقال: يا أم أيمن إن بطنك لن تشتكي إلى قيام الساعة. يبقى بوله فيه شفاء لمين؟ للناس. أما أنت بولك يودي في داهية. كفاية كده على سيدنا النبي. اسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل إثم. ادعوا الله يتمنى عليكم بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وبعد. نتكلم عن نقطة مهمة جدا. النهارده بنقول للنبي نور، يقول لك حرام عليك جدد العقيدة. تقول له واحد النبي مخلوق من نور، يقول لك يا شيخ جدد العقيدة، كأننا كفرت لما قلت الكلمة. نقول صلي في بيت فيه مسجد فيه ضريح، يقول لك الصلاة فيه باطل شرك. ده قضيتان معروضتان. نشوف كده بعد ما نصلي على النبي الأول. القرآن اللي بيقول مش عندي ولا من عندك، هبص المولانا هيبص للآية اهو. يا أيها النبي، ده ربنا اللي بينادى عليه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إيه؟ هاي هات الآية اللي تانية كده.
قد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين. يقولوا لا، ده النور هو القرآن. يا ابني بص للآية الأول، اعرب الآية، اعرب قد جاءكم من الله نور وكتاب، اعربها، اعرب يالا، اعرب شوف فين. وكان ربنا اختصر وقال قد جاءكم نور من الله وخلص الكلام. إنما كتاب نور وكتاب مبين. مش فاهمينها هم لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي مش عارفين يفهموها. أبص أجيب لك مفهوم تاني. حسان بن ثابت، والشيخ أحمد هيفتح معايا في الحتة دي بقى. حسان بن ثابت كان راجل كلامه تقيل في البلاغة أوي، لا يتحدث إلا باللغة العربية الفصحى. قالوا عليه كده ما فيش حد بيتكلم إلا هو. أبو جهل أنا اشتريه بفلوسي واخده معايا يهجو رسول الله، يعني يسب النبي ويلعنه بالفلوس. واخد معاه 10 بواكي كده، يعني 10 اكياس دراهم ودنانير، ويقول كل ما يقول كلمة في النبي ويغلط في النبي يديله كيس. أظن أنا لو فصح في اللغة واشتم واخد فلوس ده تبقى العملية سهلة. هو النبي قاعد لوحده كده ولا ربنا قال له فإنك بأعيننا ووحينا؟ هو قاعد بيتكلم كده عشوائي ولا الكلام من عند ربنا؟ قاعد كده يعني. نشوف النبي كده، جبريل نزل على النبي قائلا له إن ربك يقرئك السلام يا حبيبي، ويقول لك عمك جاي ومأجر واحد عشان يشتمك، نعمل فيه حاجة ولا انت عاوز ايه؟ أسا ربنا قال عليه بالمؤمنين رؤوف. هو النبي مش فظ غليظ يقول له يا رب ينزل عليه حجارة وخلاص، ولا ملك يشقطه يرميه في أي مصيبة؟ قال له لا، سيبه لي يا رب. قال له خلاص نسيبه لك. فجه حسان واقف قدام النبي، فالنبي قال له بقى نبين لك النورانية بتاعتي. النبي هيبين ايه؟ نوره نفسه. هيظهر النور من النبي في عين مين؟ حسان بس، مش هيجي في عين عمه، ده النور هيطلع في عين حسان، اما في عين عمه لا. وشوف القضية ليه؟ لان لو جه النور في عين عمه كان عمه آمن بالله ورسوله، انما جه في عينه في مين؟ فجه حسان يشتم بقى اهو. شوف الشتيمة الحلوة دي بعد ما سمعني صلى على حبيبك النبي. شوف الشتيمة الحلوة دي، بيقول يا حسن بقى لما نظرت، هيبص للنبي اهو. حسان هيقول لما نظرت إلى أنواره سطعت، فوضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، كحلة نسجت في الأنجم الزهر، صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي يا رسول الله. نيجي بقى نقول نقطة واحدة في 3 ثواني. المسجد اللي فيه ضريح، واجيبها لك من الأول أحسن. احنا بنصلي في مقام سيدنا إبراهيم ليه؟ 1445 سنة واحنا بنصلي في مقام سيدنا إبراهيم بجوار الكعبة. بنصلي فين؟ في المقام. والله ما رحت صليت هناك ركعتين، ساعة ما تدخل الحرم وتبلغ السلام اللهم منك السلام وعليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حيينا ربنا بالسلام، صلي ركعتين في حجر مين؟ الصلاة بطلة في المقام، الصلاة بطلة
سيبك من دي. بيقولوا ان اي ضريح في مكان الصلاة في بطنه اذهب بك الى مقام رسول الله بالمدينة المنورة. النبي لو وحده في المسجد ده نبي، ما نقدرش نقول الصلاة بطلة ولا مش بطلة، صح؟ طب النبي مدفون مين؟ سيدنا ابو بكر وسيدنا مين؟ وسيدنا ابو بكر لا نبي ولا ولي، وسيدنا عمر لا نبي ولا ولي، يبقى الصلاة عند النبي بطلة، لان فيهم مين؟ اتنين مش زي الرسول. ولذلك دع عنك هذا الخلاف من عقلك. انت جاي تقول نويت اصلي ركعتين فرض الجمعة لله ولا لصاحب المقام؟ اذا كان لصاحب المقام فالصلاة باطلة، واذا كان لله ورسوله فالصلاة مقبولة ان شاء الله. عذرا انني طولت عليكم، لكن والله محبة لله ولرسوله. اسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل إثم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على من ظلمنا. اللهم كما وعدتنا في ألف لام وكما وعدتنا في سورة الفيل أن تنزل على إسرائيل طيرا من أبابيل، اللهم أنزل على إسرائيل طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم أنزل عليهم طيرا من أبابيل، عجزنا فلا نبلغ إلا الدعاء وأنت القوي الجبار. يا جبار اجبر أهل فلسطين. يا الله يا الله يا رب. تعبوا يا ناس، والله تعبوا. أطفال يموتون، رضع يموتون، نساء تموت، ورجال وشيوخ. لهذا الحد عشان كلمة لا إله إلا الله. واليهود الذين لا مكان لهم ولا عهد لهم ولا ميثاق يفعلون فينا هكذا. والله إن مصر بلد حافظت حتى الآن على أبنائها. والله مصر حافظت على أولادها. إسرائيل بتنبش لك بإبرة، عاوز أي حاجة عشان إحنا نحارب. لكن قالها الرئيس أول امبارح، قال كلمة واحدة: انتصرنا من 50 سنة وعلى استعداد ننتصر قد الانتصار كل يوم 50 سنة. ده هذا هو الرجل. سيبك بقى من الدنيا غالية وانت زعلان، كلام كله هجر. محدش بات جعان، محدش بات جعان. اطفالنا في فلسطين بيموتوا من العطش، انت قاعد ولا عاوز بقى ميه هديلك، هتروح تتغدى تقعد في وسط بيتك. اللهم اكرم اولادنا وبارك في نسائنا وفي أطفالنا وأمنا في أوطاننا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. آخر دعوانا كما بدأنا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.